معانا سيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. أهلا بيك يا فندم، ازاي ما عليك؟ اهلا 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 وسهلا يا عمر. اتحاد الكرة من ربع ساعة طلع بيان انه نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة. اتحاد الكرة بيقول انه هنطبق اللائحة، واحنا امبارح كان معانا رئيس اتحاد الكرة او رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الكرة. طيب انت انسحبت خلاص، ما تجيش عادي، مش جاي تاني، انا منسحب مش جاي، مش لاعب، عندك مبررات، عندك بطولة افريقيا، عندك فرق قوية، مش عايز تروح، معترض، منسحب. انما ايه لازمة المسرحية اللي اتعملت دي كلها؟ خليني اقول لحضراتكم جمله، وانا قليل لما استخدم يعني كلمه عامله كده، جمله فاصله. اتوبيس بتاع نادي الزمالك واتوبيس النادي الاهلي ايضا تقليديا، مش بس النهارده، عندما يخرجان من المكان اللي بيبقى فيه اللعيبه، سواء كان معسكر في نادي او في فندق، بيطلع معاه الامن. دي حقيقه عارفينها بقالنا 50 سنه، وعارفين النهارده بالتحديد علشان المطر والى اخره انه الاتوبيسات طلعوا معاها امن. نوصل لهذا المستوى خلاص، مش جاي، انتهينا، الناس كلها تبقى عارفه ان الزمالك لن ياتي اليوم. طب وعايز اسال سؤال، لعيبه الشباب الصغيرين دول اللي قاعدين جوه الاتوبيس ده، انت بتعلمهم ايه؟ الشباب ده بتعلمه ايه؟ بتقول له احنا بنعمل ايه؟ ايه الغرض؟ ايه الهدف؟ عايز تنسحب انسحب، عايز ما تروحش الماتش ما تروحش الماتش. حاسس انه الماتش مش مهم، حاسس ان انت مرهق، مش عايز انتصاراتك اللي عملتها الاسبوع اللي فات تبوظ النهارده. مليون سبب افهمهم واتفهمهم، شوف قد ايه بقى. انما المسرحيه دي والشكل ده لازم حد بقى يتحاسب عليه يا جماعه. انا ما بتكلمش لا على بلاغ للسيد النائب العام ولا على مش عارف ايه ولا كلام من ده. الحساب الجماهيري، الحساب بتاع الحقيقه تبان ويتعرف ايه اللي بيتعمل، وكل واحد يبان على حقيقته. ساعات الصراحه والحقيقه تبقى اقوى من اي قانون، تبقى اقوى من اي سجن، تبقى اقوى من اي حاجه. فانا بس بسال، وانا متاكد زي ما انا يعني، حتى بيان الاتحاد انا مش جايب كلام من عندي، ان هذا الاتوبيس كان مرافق له الامن المصري، والامن المصري مش مرافق يعني كان مثلا راكب موتوسيكل، لا، بيبقى فيه قوه وتامين وكل شيء. جديد ونار كلام مهم جدا جدا، ومداخلة تركي آل الشيخ مع عمرو أديب بعد انسحاب نادي الأهلي من كأس مصر. كلام كتير جدا جدا هنتكلموا معاكم، لكن قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كلام كتير جدا جدا سمعناه بإن تركي آل الشيخ هيعمل جوايز ومش عارف ايه وبعد انسحاب النادي الأهلي. انا مش فاهم استاذ تركي، يعني اهدوا شويه يا جدعان، اهدوا شويه لان انتوا خلاص بتتعبوا الواحد. اقسم بالله الواحد تعب منكم. آه الواحد خلاص زهق منكم، اقسم بالله قسما بالله الواحد زهق منكم. اتمنى بس كل الناس تنشر الفيديو وتشير الفيديو في كل مكان. انا بشكر كل الناس طبعا على الدعم، وان شاء الله انتظروا الجديد، لان الجديد باذن الله على القناه هيكون مميز جدا جدا ليكم فقط.